السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد علي في فيديو جديد من قناة مستر ماس. وطبعا يا حلوين، بعد ما اتعلمنا الضرب وازاي نضرب اي عددين في بعض سواء كانوا عددين كبار او صغيرين، فاحنا عندنا ليك دلوقتي بقى حاجة جديدة كده، وهي عكس الضرب، حاجة تخليك تعصر دماغك كده وتظبطه من كتر التفكير. ايه هي الحاجة دي بقى؟ هي الاسم. طبعا انت اتخضيت وما بتحبهاش، بس دي حاجة لازم منها لانها دي اساس من اساسيات الرياضة، ومعظم الناس عندها عقدة من الاسم. بس انا ان شاء الله هشرحها لكم النهارده بصورة مبسطة جدا وسهلة وبواقع تجربة. كمان بدرس لسنة رابعة ابتدائي وبشرح لهم الاسم المطولة بالطريقة دي، ودي بصراحة افضل طريقة استمرت معاهم، والقواعد بتاعتها اجبرتهم انهم ما ينسوهاش بسهولة. وما تصدقوش بقى اي حد يجي يقول لكم الطريقة السحرية لحل الاسم المطولة والكلام ده كله. لا، الصراحة ما فيش طريقة سحرية لحل الاسم المطولة، طريقة واحدة بس اللي تقدر تحل بيها الاسم المطولة وتمشي على اي عدد ممكن تقسمه. الطرق السحرية اللي ممكن تشوفوها هتلاقيها بتمشي مثلا على عددين او 3 بالكتير، انما لما تيجي تطبقها على اي اعداد تانية ما بتمشيش معاها. فايه هي بقى الطريقه اللي بتمشي مع اي عدد؟ هي الطريقه اللي احنا هناخدها النهارده. فما تصدقوش حد يقول لكم طريقه سحريه وشقلب الرقم ده وحط الرقم الاخير تحت وطلع الرقم اللي فوق مش عارف فين. دي كلها افكار ملهاش لازمه ومش كويسه، وبتتوه الولاد وبتضيع تفكيرهم خالص. لان انا جربت الطريقه من الطرق دي مع مجموعه من الولاد ومشيت، بس مع ارقام معينه، وجيت بعدها عشان اقول لهم على الطريقه الاساسيه اللي بتمشي مع اي ارقام، لقيتهم بيدخلوا الحاجتين في بعض، يعني بيدخلوا الطريقتين في بعض، وبالتالي الولاد تاهوا، بقت السيطره عليهم صعب في الموضوع ده. فانت من البدايه ما تعلمهمش اي طريقه ملهاش لازمه او طريقه ما بتفيدش، قول لهم على الطريقه الاساسيه اللي احنا هنقولها النهارده، ودي فعلا الطريقه اللي هتفرق معاهم. واي حد هيقول لكم دي طريقه سحريه وبتاع، ده راجل بيغني ومالوش فيها اصلا. وطبعا الطريقه دي هتمشي مع الاسم بتاعت الاعداد الصحيحه اللي هي الاسم المطوله بتاعت سنه رابعه ابتدائي، وكمان هتمشي مع الاعداد العشريه اللي هي الاسم المطوله بتاعت سنه 5 ابتدائي. وده طبعا فرض علينا ان احنا نشرح الاسم المطوله على فيديوهين، الفيديو ده للاسم على الاعداد الصحيحه، والفيديو الجاي ان شاء الله يبقى بتاع سنه 5 اللي هي الاسم على الاعداد العشريه. بس ما تنساش قبل ما تبدا الشرح لازم تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك الشرح الجديد اول باول. ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الاسم المطولة الجزء الأول اللي هي الاسم على عدد صحيح بتاعت سنة رابعة ابتدائي. والفيديو ده للطلاب الصغيرين، وكمان لو في حد من أهالي الطلاب عايز يعرف طريقة سهلة عشان يعلمها لولاده يركز معانا وهيستفاد كتير جدا في الفيديو ده. أولا لازم تبقى فاهم إن الاسم مستواه زيها زي أي لعبة أنت بتلعبها على الموبايل بتاعك. المستوى الأول بيبقى سهل ومباشر زي السؤال اللي قدامك ده. كل الحكاية إن أنت بتقسم على طول 6 على 2 فال 3 و2 على 2 فال 1 و4 على 2 فال 2، فجت مباشرة والاجابه جت على طول، طلعت على طول. المستوى اللي اصعب منه شويه هو المستوى المتوسط، زي السؤال اللي قدامك ده بالظبط، بيبقى فيه رقم غامض كده في النص ما نعرفوش، وبالتالي ده يحتاج الى اسم مطوله عشان نقدر نطلع الناتج. اما بقى المستوى الثالث هو المستوى المعقد والصعب اللي لازم تستخدم فيه الاسم المطوله. وطبعا زي ما انتم عارفين اللي يقدر يعدي المستوى المعقد والصعب هيقدر يحل اي مستوى من مستويات الاسئله سواء كان صعب او سهل او متوسط، واللي يقدر على الصعب السهل هيبقى بالنسبه له لعب عيال. وبالتالي هنبدا بالصعب والمعقد على طول عشان ما نضيعش وقت. ونبدا بالسؤال ده كده، الاسم على رقم 1 1519 على 7 يساوي كام؟ طبعا احنا عارفين ان الرقم اللي في الاول ده اللي هو 1519 ده اسمه المقسوم، والرقم 7 ده اسمه المقسوم عليه. فاحنا اول حاجه نروح نعملها نروح نعمل الكرسي الجميل بتاع الاسم المطوله بتاعتنا، وتحت الكرسي بنكتب المقسوم اللي هو 1519 وفي الجنب نكتب السبعة. نخلي بالنا بقى ان احنا هنمشي على 4 خطوات ثابته في كل مره هنحل فيها بالاسم المطول. ال4 خطوات دول هم ايه؟ رقم 1، اول خطوه واهم حاجه انك تحط فوق كل رقم من الارقام المقسوم مربع فوق، دي اول خطوه. تاني خطوه بقى هتروح تبدا باول رقم من على الشمال وهو الواحد، وتشوف هل ينفع نقسم الواحد على 7 ولا لا. طبعا هنا ما ينفعش، احنا عارفين ان احنا ما ينفعش نقسم عدد صغير على عدد كبير، وبالتالي القسمه مش هتنفع. طيب امتى هتنفع القسمه يا مستر؟ لما يبقوا العددين زي بعض بالظبط متساويين، او يبقى العدد اللي تحت الكرسي اللي احنا هنقسمه اكبر من العدد اللي في الجنب، في الحالة دي هينفع القسم.
عندنا هنا ما ينفعش لان الواحد اللي تحت الكرسي اصغر من السبعة، وبالتالي ما ينفعش القسمة. ولما نقول ما ينفعش القسمة ده معناه ان احنا بنحط صفر في المربع بتاع الرقم اللي ما ينفعش ده، ونقوم واخدين اللي جنبيه معاه عشان يساعده. نشوفهم بقى هينفعوا ولا لا. نشوف هل ال15 هتنفع تتقسم على السبعة؟ ايوه طبعا يا مستر هينفع، لان ال15 اكبر من السبعة. حضرتك قلت لنا ان لازم يبقى اللي تحت الكرسي اكبر من اللي في الجنب، وبالتالي ال15 هتنفع. وعشان ال15 هتنفع فاحنا بنتنقل للخطوة الثالثة اللي هي بنعمل جدول الضرب لعند ما نوصل للعدد اللي مطلوب اللي هو ال15. بنعمل خط كده تحت السبعة زي ما انتوا شايفين، وعشان نبسط الامور في شكل لعب فمعلش بقى انا هسمي الخانة دي خانة الاهلي والخانة دي خانة الزمالك، وهروح اعمل جدول السبعة لعند لما اوصل لل15 دي في خانة الاهلي. هضرب الواحد في 7 واحط الناتج هنا. تمام كده عرفنا هنحط النواتج فين وهنضرب مين. يلا اللي بعديه 2 في 7 ب14. هل احنا وصلنا ل15؟ لا لسه. نخلي بالنا ان احنا لازم نوصل لل15 او نعديها. 3 في 7 ب21. هل احنا جبنا ال15؟ لا يا مستر ده احنا عديناها. طالما عديناها لازم ناخد الرقم اللي قبلها اللي هو ال14، وبعدين الاتنين دي بنقوم واخدينها وحاطينها فوق، وال14 دي بناخدها نحطها تحت في نفس الاماكن اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما نحط الارقام دي بنبدا نطرح. 15 ناقص 14 يساوي 1. وبعد لما بنطرح ونحط الناتج بتاع الطرح بننزل الرقم اللي بعد كده. وبالتالي الخطوه الرابعه هي ان انت هتقسم ال15 وتشوفها موجوده عند الاهلي، وبعدين تاخد الارقام تحطها، تحط الناتج، وبعد ما تحط الناتج بتطرح، وبعد الطرح تنزل رقم. هم دول الاربع خطوات اللي احنا بنكررهم في القسمه المطوله على طول. اقسم، حط الناتج، اطرح، نزل رقم. كرر معايا. اقسم، حط الناتج، اطرح، نزل رقم. تمام. بعد ما نزلنا الرقم يا مستر نعمل ايه؟ هنقسم عشان نحط الناتج، علشان نطرح، عشان ننزل الرقم. يبقى احنا عندنا دلوقتي 11 نروح نقسمها على السبعة. هتنفع ولا لا الاول؟ يا مستر اكبر منها يبقى هتنفع. نروح نشوف هل ال11 دي موجوده عند الاهلي؟ لا مش موجوده يا مستر، بس موجود اللي قبلها. مين اللي قبلها؟ السبعة. يبقى هناخد اللي قبلها، نحط الرقم بتاع الزمالك فوق، نحط الرقم بتاع الاهلي تحت، يبقى 1 فوق و7 تحت. وبعد ما بنحط الناتج بنطرح. 11 ناقص 7 كام؟ عملية طرح سريعة على ايدك كده. قمض ايدك كده وعد معايا. بعد السبعة 8 9 10 11. كام رقم كده على ايدك؟ 4 ارقام. يبقى هو ده ناتج الطرح. 11 ناقص 7 4. طب وبعد الطرح يا مستر بنعمل ايه؟ بننزل رقم. اقسم، حط الناتج، اطرح، نزل رقم. يلا نقسم تاني. 49. هل ال 49 دي موجودة عند الاهلي؟ لا مش موجودة، يبقى لازم نجيبها يا مستر او نعديها. بعد التلاتة 4 في 7 بكام؟ ب 28. لسه ما جبناهاش. 5 في 7 بكام؟ ب 35. 6 في 7 ب 42. السبعة في 7 ب 49. الله يا مستر ده احنا جبناها هي بالظبط. يبقى كده تمام 100 100. هناخد الرقم بتاع الزمالك هنحطه فوق، والرقم بتاع الاهلي هنحطه تحت. وبعد ما نحط الرقم هنعمل ايه؟ نطرح. 49 ناقص 49 يساوي 0. وبعد الطرح بنعمل ايه؟ بننزل رقم، بس هنا مفيش ارقام تنزل. يبقى احنا خلصنا كده يا مستر، وبالتالي الناتج هيبقى 217. طب انا شاكك في الحل بتاعي وعايز اتاكد، اقوم واخد الناتج ده اللي هو 217 واضربه في السبعة واشوف الناتج اللي هيطلع لي كام. هيطلع لك الناتج 1519 اللي هو المقسوم. تمام كده. هي دي الطريقه بتاعه القسمة المطولة، ودي افضل طريقة مشيت مع الطلبة عموما، وما انصحش بتغييرها لان الموضوع ده بيأثر على الطلبة كتير جدا وبيتوههم. وبنصح الولاد اللي بيتفرجوا علينا والتلاميذ والحلوين اللي بيتفرجوا علينا ان موضوع القسمة المطولة ده اهم حاجة فيه التكرار. يعني ايه؟ يعني وانا قاعد كده كل شوية اجيب لنفسي واعمل لنفسي عملية قسم المطولة واقعد احل فيها واعتبرها لعبة، يعني هي مش حاجة صعبة. باكد عليكم تاني اهم حاجة هنا التكرار. كل شوية اعمل لنفسك عملية قسم المطولة وحلها. بص بقى انا عايزك تعصر دماغك معايا كده وتركز، ودايما تقعد معايا بالورقه والقلم عشان تسجل ملاحظات او تحل التمارين اللي انا هقولك عليها لوحدك. ولو ليك اي ملحوظه او اي استفسار عن حاجه سجلها وقول لي عليها في الكومنتات تحت، او ممكن تتواصل معايا على الواتساب او جروب الفيسبوك اللي احنا عاملينه. وانا بوعدك لما تعمل ده معايا ومع اي مستر تاني هتطلع من اوائل الفصل. تعالوا بقى نحل مع بعض السؤال ده عشان هو فيه كذا حاجه كده جديده لازم الناس تخلي بالها منه ولازم تعرفوها كويس.
كويس. السؤال هو 721,014 على 7 يساوي، طبعا هنعمل الكرسي بتاعنا، هنحط المقسوم تحت الكرسي، المقسوم عليه في الجنب، يبقى 721,014 تحت والسبعة في الجنب. نتعود مع بعض بقى. اول حاجة نعملها ايه؟ مربع فوق كل رقم. احنا عندنا 6 ارقام يبقى 6 مربعات. نروح نحدد اول رقم اللي هو السبعة ونشوف هل هينفع القسمة ولا لا. طبعا احنا عارفين لو الرقمين قد بعض او اللي تحت الكرسي ده اكبر من اللي في الجنب يبقى اذا هينفع القسمة، وتمام 100 100 ونعمل جدول الضرب. انما لما نلاقي العدد اللي تحت الكرسي ده اصغر من الرقم اللي في الجنب يبقى اذا في الحالة دي ما ينفعش القسمة، وبالتالي بنقوم فاتحين المربع بتاعه وحاطين فيه صفر وقافلينه لانه ملوش لازمة، ونقوم منزلين الرقم اللي جنبيه معاه عشان يقدر يساعده في عملية القسمة. طيب هنا عندنا السبعة هتنفع ولا مش هتنفع؟ طبعا هتنفع يا مستر لانها قدها، وبالتالي هنروح نعمل جدول الضرب. الخانة دي هتبقى الاهلي، الخانة دي هتبقى الزمالك، ولازم نوصل للمقسوم ده اللي هي السبعة في خانة الاهلي. يلا نبدأ. 1 في 7 ب7. تمام يا مستر، ده احنا وصلناها بسرعة اهو. يبقى اذا الرقم بتاع الزمالك بيتحط فوق، الواحد ده هيتحط فوق، والرقم بتاع الاهلي هيتحط تحت. وبعد ما بنحط الناتج بنطرح. 7 ناقص 7 كام؟ يساوي 0. طب وبعد لما بنطرح بننزل رقم، الرقم اللي هو بعد كده اللي هو الاتنين هينزل، وبالتالي العدد اللي عندك دلوقتي بقى كام؟ محدش يقول لي 20 لان الصفر على الشمال ملوش لازمة، فالرقم اللي عندي دلوقتي هو 2. بعد لما بننزل الرقم بنروح نكرر الخطوة رقم 2 و3 و4. اول حاجة نشوف هتنفع ولا لا. هتنفع يبقى تمام جدا، وهنعمل جدول الضرب وهنقسم وهكذا. طيب ما تنفعش يبقى هنقوم حاطين صفر في المربع بتاع العدد اللي ملوش لازمة ده، ونقوم واخدين العدد اللي جنبيه معاه علشان يساعده، وبالتالي احنا هنحط صفر في المربع بتاع الاتنين عشان الاتنين ما تنفعش، وهننزل الرقم اللي جنب الاتنين اللي هو الواحد عشان تساعدها، وبالتالي العدد اللي عندي دلوقتي هو 21. هل 21 هتنفع ولا ما تنفعش؟ ايوه مستر ده اكبر من السبعة يبقى هتنفع. نروح بقى عشان نجيبها في خانة الاهلي. يلا نضرب 2 في 7 بكام؟ ب14، وال3 في 7 ب21. ايوه مستر احنا جبنا 20 اهو في خانة الاهلي، يبقى اذا هنحط الناتج. هنحط الرقم بتاع الزمالك فوق اللي هو ال3 فوق، والرقم بتاع الاهلي اللي هو ال21 ده هنحطه تحت. وبعد ما بنحط الناتج نطرح. 21 ناقص 21 صفر. طب وبعد الطرح بننزل الرقم، بعد الطرح ننزل الرقم. مين الرقم اللي عليه الدور ينزل؟ هو الصفر، وبالتالي لما ننزل الصفر هيبقى العدد اللي عندك ده كام؟ 3 اصفار ملهمش لازمة يعني صفر برضه. هل هتنفع القسمة ولا ما تنفعش؟ طبعا عدد صغير على عدد كبير قلنا ان هي ما تنفعش، وما تنفعش دي يعني هنحط صفر في المربع بتاعها، وهننزل العدد اللي جنبها علشان يساعدها. مين العدد اللي جنبها؟ هو الواحد. هننزل الواحد. بعد لما كتبنا الواحد كده العدد بقى كام؟ انا سامع واحد بيقول لي 1000. لا يا حبيبي، الاصفار اللي على الشمال دي كلها ملهاش لازمة، والعدد اللي قدامك ده هو واحد مش 1000. انت لو عندك 20 صفر على الشمال برضو ملهمش لازمة. هل الواحد ينفع يتقسم على السبعة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا الواحد اصغر وبالتالي ما ينفعش. وما ينفعش دي يعني نحط صفر في المربع بتاع العدد اللي نزل، وننزل معاه العدد اللي جنبيه علشان يساعده اللي هو الاربعة. لما الاربعة تنزل كده العدد عندي هيبقى كام؟ بالظبط كده 14. هل 14 دي تقبل الاسم على السبعة ولا لا؟ ايوه يا مستر اكبر منها، 14 اكبر من السبعة، يبقى اذا هتنفع الاسمة، وبالتالي هنروح نشوفها موجودة عند الاهلي ولا لا. ايوه يا مستر لقيناها على طول اهوت، يبقى اذا هنحط الرقم اللي عند الزمالك ده فوق، وهنحط الرقم اللي عند الاهلي ده تحت، وبعد كده نطرح. 14 ناقص 14 صفر، وبالتالي الناتج هيبقى 103,002. خلص السؤال الحمد لله، وانا مستعد اتحدى اي حد انه يخلي طالب يحل السؤال ده من غير الطريقة دي صح. موضوع الاصفار الكتيرة اللي بتتحط دي بتلخبط اي حد حتى لو كبير، انما لو عمل طريقة المربعات دي بالتنظيم ده انا باكد لك ان شاء الله ان هو ما يتلخبطش خالص. وعلى فكرة انا جربت السؤال ده على فصول كتير في سنة رابعة ومحدش حل السؤال صح، علشان كده انا بقول لازم نعمل مربعات علشان الطلبة ما تلخبطش. ونصيحة لكل ولي امر، مفيش غير الطريقة دي اللي تعلمها لولادك علشان تقدر تساعدهم وان هم ما يتلخبطوش ابدا بعد كده في الاسم المطول، خصوصا ان هم محتاجينها تاني في السنة الجاية في سنة 5، فلازم يتعودوا عليها من السنة دي علشان ما يتعبوش قدام. تعالوا نشوف سؤال كمان. 15,408 على 36. اذا مثلا حضرتك هتقسم على رقمين، يا حبيبي ينفع الاسم على رقمين عادي زيها زي الاسم على رقم واحد، مفيش
مفيش اي اختلاف. تعالوا نشوف ازاي. اول حاجة طبعا نعمل الكرسي بتاعنا الجميل ونحط 15408 تحت الكرسي، وفي الجنب هنعمل 36 ونعمل اول حاجة اتعودنا نعملها ايه هي؟ طبعا المربعات. هنعمل فوق كل رقم مربع، يبقى المفروض كده عندنا 5 مربعات. وناخد اول رقم من الشمال اللي هو الواحد، نشوفه هينفع الاسم ولا لا. طبعا الواحد اصغر من ال 36، ده معناه ما ينفعش الاسم. احنا عارفين ما ينفعش دي، يعني بنحط صفر في المربع بتاع العدد اللي ما ينفعش ده، وبعدين ننزل معاه رقم كمان عشان يساعده. فاحنا هننزل كمان ال5 يبقى 15. هل ال15 تنفع؟ 15 اكبر ولا اصغر؟ طبعا اصغر يا مستر، وبالتالي هي كمان ما تنفعش. يعني هنحط صفر كمان في المربع بتاع ال5 وننزل كمان رقم جنبهم اللي هو ال4، يبقى 154. هل ال 154 دي اكبر من ال 36؟ ايوه يا مستر اكبر، يبقى اذا الاسم هتنفع. يبقى نروح نعمل جدول الضرب علشان نجيب ال 154 عند الاهلي. هنعمل ماتش سريع كده للاهلي والزمالك علشان نجيب ال 154 عند الاهلي. نضرب 1 في 36 ب 36، دي سهله دي. طيب 2 في 36 نشوف بقى. 2 في 6 ب 12، 2 ومعانا الواحد فوق، و2 في 3 ب 6، 6 والواحد اللي فوق ده يبقى 7 نحطها يبقى 72. برضو لسه ما جبناش ال 154. نروح نضرب ال3 في 36، 3 في 6 ب 18، 8 ومعانا الواحد فوق، 3 في 3 ب9 والواحد اللي فوق ده يبقى 10، نحط ال10 يبقى 108. لسه ما جاتش. نضرب 4 في 36، 4 في 6 ب 24، يعني 4 ومعانا الاتنين فوق، و4 في 3 12، 12 و2 اللي فوق يبقوا 14، نحط ال14 يبقى 144. برضو لسه ما جاتش، واحنا متفقين ان احنا لازم نعديها. نضرب ال5 في 36، 5 في 6 ب 30، صفر ومعانا ال3 فوق، 5 في 3 ب 15، 15 وال3 اللي فوق يبقوا 18، يبقى كده 180. كده احنا عديناها يا مستر. نعمل ايه بقى؟ طالما عديناها ناخد اللي قبلها. لو عدينا الرقم بناخد الرقم اللي قبله، تمام كده؟ يبقى هناخد ال 144، هنحط الرقم بتاع الزمالك فوق اللي هو ال4 فوق، وهنحط الرقم بتاع الاهلي اللي هو ال 144 تحت. وبعد ما نحط الناتج احنا عارفين ان احنا بنطرح. 4 ناقص 4 صفر، 5 ناقص 4 1، 1 ناقص 1 صفر، طبعا ملوش لازمه على الشمال. وبعد الطرح بنعمل ايه؟ بننزل الرقم اللي بعد كده اللي هو الصفر. كده الرقم اللي عندي بقى 100. نشوف هل الاسم هتنفع على ال 36؟ هل ال 100 هتنفع تتقسم على ال 36؟ ايوه يا مستر ال 100 اكبر، يبقى اذا تنفع. يبقى اذا نروح نشوفها عند النادي الاهلي. هل ال 100 موجوده عند النادي الاهلي؟ لا، يبقى ناخد الرقم اللي قبلها اللي هو 72. اما ال 108 دي معديه، احنا مش عايزين ناخد اللي معدي، احنا عايزين ناخد الرقم اللي قبلها على طول اللي هو ال 72. طبعا هنحط الاثنين فوق وال 72 تحت، وبعد كده نطرح. نبدا نطرح. صفر ناقص 2 اكيد ما ينفعش يا مستر، يبقى هنستلف من الرقم اللي جنبهم ده اللي هو الواحد. لما نستلف من الواحد الصفر ده هيبقى 9 والصفر ده هيبقى 10. طبعا احنا بنعرف نطرح، الطرح سهل بالنسبه لنا. 10 نقصنا منهم 2 8، و9 نقصنا منهم 7 يساوي 2. متفقين ان بعد الطرح بنعمل ايه؟ بعد الطرح ننزل رقم، يبقى هننزل 8. تمام، يبقى العدد اللي عندنا دلوقتي هو 288. هل ال 288 دي هتنفع تتقسم ولا ما تنفعش؟ طبعا هي اكبر من ال 36، يعني هينفع تتقسم. يبقى نروح نشوف ال 288 دي عند الاهلي ولا لا. مش موجوده، يبقى نحاول نجيبها او نعديها. بعد ما ضربنا في الخمسة يبقى نضرب في 6. 6 في 36 يبقى ال6 في 6 بكام؟ بيساوي 36. 6 ومعانا ال3 فوق، وال6 في 3 بال 18. 18 وال3 اللي فوق دي يبقى 21. يبقى كده 216. لا لسه ما جبناهاش. نضرب في السبعة. السبعة في 6 ب 42. 2 تحت ومعانا ال4 فوق، والسبعة في 3 ب 21 والاربعة اللي فوق يبقوا 25. كده يبقى 252. برضو لسه ما جبناهاش. نضرب في الرقم اللي بعد كده. 8 في 36. 8 في 6 ب 48. 8 ومعانا الاربعة فوق، والتمانية في 3 ب 24 واربعة كمان فوق يبقوا 28. الله، احنا كده جبناها يا مستر. يعني 288 هنا هي، يبقى اذا التمانية دي هتطلع فوق وال 288 هتنزل تحت. ونطرح 288 ناقص 288 يطلع الناتج صفر، وبالتالي الناتج اللي عندنا بتاع الاسم هيبقى 428. الناس بقى لازم تخلي بالها وتتعود ان انا بجيب لهم اصعب اسئله موجوده، علشان احنا عارفين ان اللي بيقابل الصعب وبيعديه بيجي على السهل ما بياخدش منه اي وقت. وتحب
هتحله ببساطة جدا. وعلى فكرة كان ممكن اجيب اسئلة سهلة جدا وانت تاخدها وتجري، بس هتيجي قدام الصعب مش هتعرف تعمل اي حاجة ويبقى الطريقة ملهاش لازمة. عشان كده انا بجيب لك الاسئلة الصعبة اللي تخليك تحلها وانت مغمض بعد كده. فمحدش ييأس، والطالب الشاطر دايما هو اللي يروح يحل الاسئلة الصعبة، انما السهلة دي بتاعت العيال خايبين اللي هم ملهمش هدف وعايزين ينجحوا خلاص. ودول احنا مش عايزين نبقى منهم، احنا عايزين نبقى طلاب شطار ومتفوقين ونطلع من الاوائل كمان، علشان نقدر نفيد بلدنا بعد كده بالعلم اللي احنا اتعلمناه. تعالوا كده نحل مع بعض اخر سؤال برضو. 62550 على 25. طبعا هنحط ال 62550 تحت الكرسي، والجنب هنحط فيه 25 ونبدأ نتبع الخطوات الاربعة اللي احنا متعودين عليها. اول حاجة هنحط مربع لكل رقم زي ما احنا عارفين، وبعدين ناخد اول رقم من على الشمال اللي هو الستة، نشوف هل هينفع يتقسم ولا ما ينفعش. طبعا الستة اصغر من 25 وبالتالي ما ينفعش، لان احنا المفروض يبقى يا اما يساويه يا اما يبقى اكبر منه، وبالتالي هو هنا ما ينفعش. علشان كده هنحط صفر في المربع بتاع الستة، وهننزل معاها الاتنين جنبها علشان تساعدها، يبقى كده بقت 62. هل 62 هتنفع؟ يا مستر هتنفع. يبقى اذا هنروح نعمل جدول الضرب، ماتش خفيف كده بين الاهلي والزمالك علشان نجيب 62 في خانة الاهلي. يلا نضرب 1 في 25 في 25، دي سهلة دي. 2 في 25 نضرب 2 في 5 ب10، صفر هنا تحت ومعاه الواحد فوق، يبقى 2 في 2 ب4 و1 5، يبقى كده 50. برضو لسه ما جبناش. نضرب في 3 في 25، 3 في 5 ب15، 5 تحت ومعانا الواحد فوق، 3 في 2 ب6 وواحد اللي فوق ده كمان يبقى 7، يبقى 75. كده احنا عديناها يا مستر ل 62. يبقى نروح ناخد الرقم اللي قبلها اللي هو ال50، هنطلع الاتنين دي فوق وهنحط ال50 تحت، وطبعا بعد ما نحط الناتج نبدأ نطرح. 2 ناقص 0 هي الاتنين، وال6 ناقص 5 1، وطبعا بعد الطرح بننزل الرقم، هننزل 5. كده العدد اللي عندنا هيبقى 125. هل ال 125 تقبل القسمة او تنفع؟ تنفع عشان هي الكبيرة. يبقى اذا نروح نشوفها عند الاهلي موجودة ولا لا. مش موجودة يا مستر، يبقى نروح نجيبها. نضرب 4 في 25، 4 في 5 ب20، صفر ومعانا الاتنين فوق، و4 في 2 ب8، والاتنين اللي فوق يبقى 10، يبقى كده 100. لسه ما جبناهاش. نضرب كمان 5 في 25، 5 في 5 تساوي 25، 5 تحت ومعانا الاتنين فوق، والخمسة في الاتنين 10، 10 و2 يبقى 12، يبقى هي ال 125 يا مستر جبناها. وبالتالي هنحط ال5 فوق وال 125 تحت، وبعد كده نطرح. طبعا 125 ناقص 125 هيطلع الناتج بصفر. وبعد الطرح ننزل الرقم، عندنا ال5 تنزل، هيبقى الرقم عندي كام؟ محدش يقول لي 5000، لا، صفر على الشمال ملوش لازمة. يبقى كده الرقم اللي عندي 5. هل ال5 هتنفع تتقسم على ال25؟ طبعا اصغر من ال25، يبقى بالتالي ما تنفعش. يبقى اذا ما تنفعش دي معناها ان احنا بنحط في المربع بتاعها صفر، وبعد كده ننزل الرقم اللي جنبها عشان يساعدها، وبالتالي هيصبح العدد اللي عندي دلوقتي هو 50. هل ال50 هتنفع تتقسم؟ هتنفع لانها اكبر من ال25، وبالتالي هنروح نشوفها في خانة الاهلي، لقيناها موجودة يا مستر، وبالتالي هنحط الاتنين فوق وال50 دي تحت، وبعدين نطرح 50 ناقص 50 يساوي صفر، وبالتالي الناتج هيطلع اللي فوق ده 2502. كده انا خلصت جميع الاسئلة بتاعت القسمة اللي فيها افكار متنوعة، ومن وجهة نظري كمان ان دي اصعب اسئلة ممكن تجيلك في القسمة. لو مشيت على نفس الخطوات الاربعة اللي انا قايل لك عليهم، انا بضمن لك ان شاء الله ان انت هتحل سؤال القسمة في منتهى السهولة. وكمان في سنة 5 اللي جاية مش هتحتاج ان انت تتعلم القسمة جديد، الموضوع هيبقى بالنسبة لك سهل وهتقدر تفتكره كمان في سنة 5. كده احنا عبرنا خط النهاية للقسم. علشان اتأكد بقى ان تعبنا والمجهود اللي احنا عملناه ده كله ما يروحش على الفاضي، فانا طالب منكم حاجة، هتحلوا لي ال3 اسئلة اللي موجودين عندكم دول. طبعا هتحلهم في ورقة بطريقة القسمة المطولة بتاعتي، وهتصور لي ورقة الحل وحلتها ازاي، وهتبعت لي الصورة دي على جروب الفيسبوك اللي احنا عاملينه، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن في الوصف تحت، او تبعتهولي على الواتساب، هتلاقي الرقم تحت برضو في الوصف. وطبعا هعمل سحب بجايزة كويسة هتشوفوها ان شاء الله للطلبة اللي هيحلوا ال3 اسئلة دول كويس بنفس الطريقة اللي انا معلمها لكم دي. بس الموضوع ده للطلبة بتوع سنة رابعة، اعتقد ان الرسالة وصلت كده، الطلبة بتوع سنة رابعة. بس كده احنا خلصنا الفيديو، وانا طولت عليكم معلش، بس كان لازم اقول الكلام اللي انا قلته ده كله علشان درس القسمة ما يتنسيش، عشان يبقى سهل بالنسبة لينا وللأولاد. شكرا لحسن استماعكم، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك الشرح الجديد أول بأول. واستنونا في الفيديو اللي جاي بتاع القسمة المطولة للصف الخامس الابتدائي اللي هي القسمة بتاعت الأعداد العشرية. وشكرا لحسن استماعكم، اشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.
الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me one more time.